اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصة دي للكاتبة المبدعة نانسي الجمال، ويلا بينا نبدأ قصتنا. بتبدأ الحكاية مع تسنيم وهي نايمة في الأوضة ومبتسمة، وفجأة اتخضت وباب الأوضة بيتهبد وواحدة بتصوت: الحقيني يا تسنيم، الحقيني يا ناس، الحقوني، بعد 10 وحب سنين هيتجوز غيري، هيخوني، اوعي سيبيني، هفتح الشباك واخرج افضحه في الحتة. في ايه اخرسي يا تفضحينه، يا لهوي، في ايه يا نسمة، حصل ايه؟ حصل ايه؟ مش فاهمة، اشرحيني. زقت نسمة ايديها. اشرح ازاي وانت كتماني؟ مش مخليه فيا نفس عشان اقدر انطق. ما انت اللي بتصوتي وهتفضحينا، وابوك هيسمع وهتبقى لما يابا. هتتفتحوا فيه واسمع ايه؟ انطقي. تسنيم يا بابا. تسنيم عندها دمل، وريه لابوكي، وريه. يخرب بيت قرفكم بنات عره، في واحده تقول لابوها كده؟ اتنيلوا انتوا بنات تسد نفس كده. خرج بره وتسنيم قعدت جنب نسمة. مش هعديلك الحوار المقرف اللي انت قلتيه ده، ها؟ بس المهم حصل ايه؟ محمد الحيوان هيتجوز واحده غيري يا تسنيم، تخيلي جاي بيقول لنا ايه الشبكه مع مراته. يا غبيه، ما ممكن يكون ده ليكي وعايزك بقى تختاريها بنفسك عشان يبقى ذوقها عاجبك، ده ايه الغباء ده؟ لا مش ليا، لا، الحيوان الغدار الزباله اللي اتهدي يخرب بيتك، نتفتي ريش الوقت كله. قومي البسي وخلينا بقى ننزل نحل الموضوع ده. انا جاهزه، البسي انتي. نزلوا الاختين وراحوا لبيت محمد وطلعوا يتسحبوا على السطح، وكان محمد واخوه راضي كانوا قاعدين. اخرب بيت جنانكم، انتوا ازاي طلعتوا هنا؟ معلش، الضرورات تبيح المحظورات يا محمد. انا عايز اسالك، هو انت ناوي تخطب ولا ايه؟ واحنا مالنا بيه، ما يخطب ولا يولع. صبرك يا رب. ما تحضرنا يا راضي. ايه يا بنت مالك صوتك رفع فجاه كده؟ منك لله اللي فضحوني. المهم يا محمد، قول لنا بقى الصراحه، هتخطب؟ هخطب، ليه يعني؟ نسمة بصت له وفجاه وقعت على الارض. يخرب بيوكم، انتوا جايين تلبسونا في مصيبه بيتنا. مصيبه ايه؟ دي نسمة اترمت على الارض بس، ودي مش كارثه يعني؟ لا ده العادي، نسمة بتقع دايما. راضي محمد انت فوق منك لا نسمة، ومنه لا قلبي ان هو حب واحده معطوها زيك. تحبها؟ يعني بتحبها؟ ريحت قلبي يا شيخ. انت مجنونه، ده وقته. وانت داري البت اللي على الارض دي. شدها محمد ورماها تحت الكنبه ودخل راضي بتسنيم، دخلها على اوضه وقفل الباب. تسنيم كانت لازقه فيه ومبتسمه. بنت تسنيم. ايوه. وطي صوتك يا بنت الناس وفوقي كده. هفوق، اقصد افوق ليه؟ في ايه؟ الاوضه كبيره واسعه تسنيم. تسنيم بصت حواليها. امال انا حسيت بيها ضيقه كده ليه؟ يمكن يعني عشان انت لازقه فيا كده. اسفه، ما حسيتش. عادي، بس وطي صوتك. امال فين راضي؟ ها؟ راضي في الاوضه. طب كويس، انا كنت عايزه اكلمه، اوعى ادخله. لا استنى، هتروح له فين؟ انا لسه ما ضيفتش عليك، استنى بس. الله، انت مالك كده مش على بعضك ليه؟ في يا جدع، هو الرر جوه معاه حته ولا ايه؟ الله، حته ايه؟ احترم نفسك، دي بنت شريفه. شريفه ومع جوه ليه يا اخويا؟ بيذاكر لها. بهزر معاك يا جدع، هو الراضي برضو بتاع بنات والكلام ده؟ تعالى بس انزل معايا تحت عشان نتكلم. انا شاكك فيكوا يا واد انت، لكن عارف راضي فعلا مالوش في اللعب بديله، فهنزل بقى وانا ساكت. وفي الاوضه راضي كان مكتف تسنيم وكاتم بقها. ايه دي يا بنت المجانين؟ الواد ما يعرفش مين انا، وبعدين قصده ان انت شريفه فعلا. تهدي بقى، مش قصده عليكي. انا اصلا ما كنتش هعمل له حاجه، انا اصلا كيوت، مش بقدر اقرب من حد ولا اعمل له حاجه. كيوت على كبوت يا اختي، ده انت كنت شبه كلب سعران، هتقتليني وتخرجي. بقول لك ايه يا راضي، مالكش دعوه بيا، مش احنا خلاص ما بقناش صحاب؟ بجد امتى ده؟ انا قلت كده؟ بقول لك ايه، ابعد من وشي، انا اصلا حالمه بيك وقايمه مش طايقه نفسي. بجد حالمه بيا انا؟ يا ترى حلم حلو ولا وحش؟ بتقول ايه؟ بقول لك يا ترى حلم حلو ولا وحش؟ حلم وحش قوي، وحش جدا. اوعى كده، هو انت بتأثر على تفكيري. خرجوا من الأوضة. يا ترى بقى اخوك وده البت فين؟ مش عارف، يمكن. دماغي. لا ده اكيد تحت الكنبة. طلعوا نسمة من تحت الكنبة اللي قعدت تعيط. قلت لك مش بيحبني، هيخطب ويتجوز غيري، وكمان رماني تحت الكنبة. يا نسمة، ده انت يا بت لما بتسكتي بتبقى نعمة كبيرة. على العموم يا اختي هيخطبك بعد ما اغمى عليكي، اعترفي ان هو بيحبك، فتهدي بقى. بجد يعني هو بيحبني؟ انا لازم بقى اشتري هدوم عشان لما يتقدم، وبعدين لسه تجهيزات الخطوبة. فضلت نسمة تتكلم كتير وبحماس، وكانوا تسنيم وراضي قاعدين بيتفرجوا عليها. هو في ايه بقى؟ هي عليكم كلها كده؟ على بيطير منها؟ اي واحدة حبيبة بيتقدم لها اكيد يعني هتبقى طايرة من فرحة، مش نسمة بس يعني. بص لها راضي وراقب ملامحها الحزينة، ولفت تسنيم تبص له بلوم. ليه بتعمل كده يا راضي، ليه؟ فضل راضي ساكت وهو بيفكر بحزن. لاني ما ينفعكش يا تسنيم، لانك تستاهلي شخص تاني احسن مني، مش واحد مطلق ومخلف. تستاهلي ان انت ما يحصلكش اي مشاكل بسببه. في ايه؟ انت مالك بتصوتي كده ليه؟ وانتوا الاتنين متنحين في بعض كده ليه؟
هو انا فاتني كتير ولا ايه؟ لا انا مش بصرخ، بس انت يعني مش عايز تعترف لي بحاجه؟ لا هو انا قلت ان انا عايزه اقول لك حاجه؟ تسنيم هو انت سمعتيه صح؟ انجز يا محمد، مش عايزه انام في نكد النهارده، ابوس ايدك. انا ما قلتش حاجه يا نسومه، لو تسنيم قالت لك حاجه اتصرفي انت معاها بقى. بدات نسمه تبص لتسنيم وهتعيط. لا بقول لك ايه، خلينا نروح الاول وبعدين بقى بيعيطي، مش عايزين فضايح هنا، ابوس ايدك. وفعلا مشيوا وقعد محمد يضحك جنب اخوه. طالما انت فرحان بالمنظر ده يا اخويا، ما تروح تتقدم البت وتريحها بقى. انا هروح اتقدم لها فعلا، بس بدل بقى ما بتنصحني قول لنفسك يا اخويا. خليك يا عم في حالك. لا يا راضي انا بكلمك بجد، انت ليه بتعامل تسنيم بالمنظر ده وانت اصلا بتحبها؟ لان تسنيم تستاهل احسن مني بكتير. وانت مالك بيها؟ تستحق ايه؟ المهم هي عايزه ايه؟ البنت بتحبك وصبرت واستحملت وكانت بتموت قدامنا كلنا لما انت اتجوزت، وروحها رجعت لها بعد طلاقك وانت اللي اديتها الامل بنفسك. يوبا يا محمد خليك في حالك وسيبني في حالي، كل واحد حر في حياته يا اخي. مشي راضي بعصبيه واتنهد محمد. بعد فتره كانت تسنيم ونسمه لابسين وقاعدين في اوضتهم. ايه دي يا نسمه، كفايه دموع بقى، ايه اللي انت عاملاه ده؟ طب لو ابوكي دخل هنقول له ايه؟ بتعيطي ليه؟ بعيط عشان عايز يجوزني واحد غير اللي بحبه. حسي بيه يا تسنيم، ده انت بعد اللي حصل لك المفروض تبقي اكتر واحده عارفه انا هموت ازاي ومن ايه. عشان كده بقولك ايه دي يا نسمه، انا اتحطيت في اللي اوحش من كده. انا حضرت فرح الراجل اللي انا بحبه وشلت ابنه على ايدي وفضلت محافظه على اعصابي. مسحت نسمه دموعها وحضنت تسنيم. خلاص ما تزعليش نفسك بقى، انا خلاص اهو هسيطر على نفسي وانت قدوتي، فبلاش تزعلي نفسك اوكي؟ انا مش زعلانه، انا واثقه في عوض ربنا يا نسمه، عوض ربنا وجبره لخواطرنا. عمرك ما هتتخيلي حلاوته هتبقى عامله ازاي. ابتسمت نسمه وحضنوا بعض. دخل ابوهم. يلا يا بنات تعالوا، هنخرج احنا الاتنين ولا ايه؟ ايه عامل لهم قفر على العروسه؟ خد واحده مع التانيه صح؟ ما انتوا لو تبطلوا هزار وقله عقل الدنيا تتحسن وحظكم هيبقى في السما. وتقدر يا جدع انت تعيش من غير خفه دمنا يا حلو انت؟ لا كله الا دمكم السم ده، ما اقدرش اعيش من غيره. بكاش بقى دمنا سم، بس مسامحاك. خرجوا كلهم وبصوا بصدمه لمحمد، ونسمه وقعت مغمى عليها وبصوا لها كلهم بصدمه. هي كده موافقه، محدش يقلق. بعد دقايق كانت نسمه فاقت وقعدت جنب محمد وقروا الفاتحه. بس غريبه يعني، ليه راضي اخوك ما جاش معاكم؟ ما اعرفش والله يا عمي، الحيوان قال لي هاجي وراكم وما جاش لحد دلوقتي، مش فاهم ايه ده. الباب خبط. ابتسمت تسنيم. اهو جالكم على السيره. فتحوا الباب ودخل راضي وهو ماسك ابنه وطلقته معاهم. قلت بقى ما ادخلش ابارك بيت فاضيه ولا ايه؟ ايه ده يا راضي؟ انا هرد هيام يا ماما عشان ياسين ما يترباش بعيد عن حد فينا. كان الكل بيبص لتسنيم بحزن وقلق، لكن هي ابتسمت بهدوء. الف مبروك يا راضي، مبروك يا هيام. الله يبارك فيك يا تسنيم، عقبالك، مع انك طولتي قوي. عشان يا هيام مفيش رجاله، يعني مفيش رجاله تملى دماغي، لكن شكلي كده هعمل زيكم واقبل باي واحد وخلاص. بالليل كانت تسنيم قاعده تبص من بلكونه بحزن شديد ودموعها عماله تنزل منها. بعد ما سابتها نسمه ودخلت، دخل ابوها البلكونه وقعد جنبها ومسحت دموعها بسرعه. الله انت ليه ما نمشي لحد دلوقتي يا شقي؟ من اول ما بداتي تكبري وعيونك بيبان فيها كل حاجه، خفت لما شفت حبك ليه بدا وبيكبر، كنت خايفه لا تتجرحي، وحصل فعلا، وكنت بموت جنبك، لكن ما قدرتش الوم حد منكم على حاجه مش بايده. ولما طلق ورجعتي تاني انا كنت اناني، ما نصحتكيش تبعدي عنه، ما منعتكيش ان انت تشوفيه، لان كان كل همي ان بنتي رجعت لي وان الفرحه رجعت لك من تاني، لكن كان لازم اعرف ان اللي خذلك مره هيعملها 1000 مره يا بنتي. لا يا بابا انا متاكده ان في سبب لكل حاجه، في سبب للي عمله. انا مش هتنزل عن حبي لاني متاكده ان هو بيبادلني الحب ده، يمكن اكتر كمان. لو بيحبك بجد عمره ما هينيمك ودموعك على خدك، عمره ما هيشوفك بتتدمري وتموتي قدام عيونه ويسيبك كده، عمره ما هيجرحك نفس الجرح مرتين. انت كنت حاضر وشايف، زي ما كنت بموت كان هو بيموت، هو كمان يا بابا كان بيموت معايا. انا هفهم ايه السبب اللي مخليه بيعمل كده، بس يا بابا انا محتاجه جنبي لاني مش عايزه ابقى لوحدي. مش هسيبك لوحدك يا تسنيم، ما تخافيش يا بنتي. تاني يوم نسمه كانت ماشيه جنب تسنيم. هو انت متاكده انك قادره تيجي معانا يا تسنيم؟ انت مش مجبره تعملي حاجه مش حباها. يا نسمه ما تكبريش الموضوع كده، اصلا انا لو ما جيتش بابا مش هيبعتك تتغدي انت ومحمد لوحدكم، فها نروح ولا نروح؟ نروح يا تسنيم، اكيد مش هبدي مشوار زي ده على انك تبقي مبسوطه. تصدقي يا بنت طلع عندك دم. بس ما تقلقيش انا كويسه، يلا بينا. قابلوا محمد وراضي. فضل راضي بص على تسنيم واتصدم بقى انها بتقابله بابتسامه. الله انا قلت هجيبه ياسين معاكم. وانت ليه عايزه ياسين؟ ها هو ايه اللي ليه؟ انا وياسين صحاب قوي وعشان كده بنحب نخرج سوا. سكت راضي وابتسمت نسمه بخفه. وصلوا لحد المطعم وقعدت نسمه ومحمد قدام راضي وتسنيم، من راضي ناحيه تسنيم بهدوء. انا اسف. اسف ليه؟ مش فاهمه. تسنيم انت فاهمه قصدي كويس قوي، انا فعلا اسف، ما كنتش اقصد يحصل ده كله، انا بحاول احميكي. تحميني من ايه بالظبط؟ بتحميني من فرحه ولا من راحه البال؟ حدد بس. يا تسنيم انا عايزه احميكي مني. دي حاجه ترجع لك يا راضي، لاني عمري ما شفتك عدوي ولا شفت ان انت بتاذيني. قبل ما يرد
الله، الكلام ده بجد يا تسنيم؟ يعني انت ناويه تتجوزي؟ نسمة مش بيتبلى بقها فوله صح؟ ما اقدرش اخبي عليه. جوازي مش فاهم. عادي، في شخص كان بيحاول يعني يقرب مني وانا ما كنتش مديله اي فرصه، لكن قررت بقى اديله فرصه، واكيد هو هيبقى يستاهلها بصراحه، بقى باين عليه. ومين ده بقى؟ مش لازم تعرفوا، المهم ان انا عارفاه وهعزمكم قريب. احب قوي التخطيط السري ده. بعد ما خلصوا راضي مسك ايد تسنيم. هنروح مشوار وهنرجع نقابلكم، لما توصلوا اي حته ابعتوا لنا رساله وهنجيلكم عليها. رايح بيها على فين؟ ما تقلقيش عليا نسمه. شدت تسنيم ايديها من راضي بعد فتره. ها، خلصت جر فيا؟ انا مشيت لك بس كلامك قدامهم عشان ما يبقاش شكلك بايخ، لكن دلوقتي احنا بعدنا، فبطل بقى الهبل ده. هبل؟ انا اللي بعمل هبل ولا انتي؟ يطلع مين الشخص المناسب ده؟ موجود من زمان، انت مالك؟ لا، مالي ومالي، مش انا الحمار اللي كنت بتستغفريه وانت معاك حد تاني. استغفلك؟ ازاي استغفلك؟ ايه يا راضي الكلام ده؟ هو في حاجه بينا؟ هو حصل اصلا اي حاجه تخليك تقول مستغفلاني؟ تسنيم ما تستهبليش عليا. انا اللي بستهبل مش انت يعني؟ بقى عين اصلا تقولي كده يا ابني؟ ده انت لسه جاي وماسك ايد مراتك وتقول هردها، وجاي تقولي انا بستغفلك؟ تسنيم، انا عندي اسبابي، يعني عندي اسباب للي انا بعمله ده، لكن انت ايه؟ انا كمان ليا اسباب يا راضي، مش انت بس. فوق بقى من الوهم اللي انت معيش نفسك فيه ده. انت خلاص يا راضي بقيت ولا حاجه بالنسبه لي، فاهم؟ ايوه ده احسن يا تسنيم، ايوه لازم تشوفي حياتك. تسنيم ضربته في صدره. صدق بالله انت مستفز، اوعى. زقته ومشي راضي وراه بهدوء وهو ساكت. بعد كام يوم كانوا معزومين في بيت محمد. كان راضي مش قادر يبعد عينه من على تسنيم وياسين، وهيام بتبصله بغيره. دخلت تسنيم المطبخ ووراها هيام. عامله ايه تسنيم يا حبيبتي؟ يا رب ما تبقيش زعلانه بعد اللي حصل لك. وهو ايه اللي حصل لي بالظبط؟ ايه يا هيام ما تقولي؟ انك قاعده العمر ده كله مستنيه راضي، وبرضه يوم ما قرر يفكر في الجواز تاني قرر بقى انه يرجع لي انا. صعبه برضه، معلش. لا ما تقلقيش، انا اصلا الحاجات دي ما بقتش تشغلني. ولا انا نسيت اقولك صح؟ عايزه تفهميني ان راضي مش فارق معاكي؟ الله، هو انا قلت كده امتى؟ لا، راضي فارق معايا، لكن ان هو رجع لك انتي ده اللي ما بيفرقش معايا، لاني اصلا يا هيام حتى مش شايفاكي منافس ليا. تقصدي ايه يا تسنيم؟ اقصد يا هيام ان انتي ولا حاجه، انا بس لو شاورت الراضي وعملت زي ما عملتي هيجي لي جري. اوعي تكوني نسيتي ازاي عيطتي عشان يتجوزك. المهم انا لو عملت كده راضي ده هيتجوزني وهيرميكي انتي في الشارع، لكن انتي اللي صعبانه عليا ومش حابه اعمل كده فيكي. اصل انتي غلبانه قوي. انتي اتجننتي يا بنت؟ انتي بتكلمي مين بالمنظر ده؟ اتعدلي. ايدك دي حلوه، لو اترفعت ناحيتي تاني انا اكسرها لك. سامعاني يا ايام؟ ويا ريت تفكري في كلامي كويس قوي. جت تخرج مسكت ايام الحله وهي سخنه وحدفتها عليها. طب خدي بقى يا كلبه. الحقوني. دخلت كله بخوف عليها. تسنيم حبيبتي حصل لك ايه؟ هي واغمى عليها من الوجع، وبسرعه شالها راضي. وبعد فتره فاقت تسنيم وكانت في بيتها. نسمه ما تقلقيش يا حبيبتي، انا جنبك اهو. حصل ايه اللي حصل؟ ما نعرفش، احنا دخلنا عليكي كنتي بتصرخي وبعدها اغمى عليكي، اخدناكي على المستشفى واتحرقتي في ايدك اليمين كلها وحروق خفيفه كده في ظهرك. ايه اللي حصل لك يا تسنيم؟ هو بابا بره عايزه اطمنه. خرجوا البنات وكان ابوهم مع راضي ومحمد. انت كويسه؟ حاسه بايه؟ وايه اللي قومك من على السرير؟ اسال طليقتك او اقصد مراتك المستقبليه. هيام، ايه دخل هيام باللي حصل ده؟ فهميني. انا اللي فاهمك؟ ايه هي المدام كدبت عليك وما قالتش ان هي اللي قلبت الميه السخنه عليا وبنفسها؟ وكل ده عشان ايه؟ عشان غيرانه عليك. هي؟ طب وحياته مالها خليها تندم؟ ليه يا راضي؟ ليه تخليها تندم؟ دي مراتك، المفروض تدافع عنها. مفيش مبرر خالص للي هي عملته، وانت بقى ليكي غلاوه اكتر. احنا عشره من واحنا عيال. انا زهقت قوي من التمثيل والكذب والحوارات دي كلها، ودايما انا اللي اشوف طريق وانا اللي احارب عشانك. لكن خلاص يا راضي، انا زهقت يا راضي، وكفايه لحد كده. من النهارده انا مش عايزه اشوفك ولا اسمع صوتك يا راضي. احتفظ بقى باسبابك المميته لنفسك، لاني مش هستحمل تاني. ودلوقتي اتفضل، مالكش مكان في بيتنا. بص لها راضي بحزن ومشي من غير ما يتكلم. ووراه محمد حضنها ابوها بحزن. قعد محمد جنب راضي. استريحت كده؟ استفدت ايه لما عذبت نفسك وعذبتها معاك؟ كسبت ايه باللي عملته فيها؟ محمد، انا مش حامله اسمع حاجه من تاني. لا هتسمع يا راضي، هتسمع، عشان واضح قوي نتيجه ان انت ما سمعتش ايه نفسك من يوم ما شفتها وانتوا عيال، وانت حبيتها واتعلقت بيها، ومن وقتها بقى وانت بتعذب فيها وكمان في نفسك. ليه يا راضي؟ ليه بتعمل كده؟ لاني ما استاهلهاش. ما استاهلش حد كويس يا محمد. تسنيم تستاهل راجل احسن مني بمليون مره، مش واحد جبان خواف خافي واجه حبه ليها. تسنيم مش عياله يا راضي عشان انت تقرر ايه الاحسن ليها وايه لا. فوق يا راضي، عشان لو ما فوقتش تسنيم ممكن تروح للي اسوأ منك. ماشي محمد. وفضل راضي قاعد بيفكر في اللي بيحصل. تاني يوم تسنيم كانت نازله من بيت ولقيت راضي في وشها. اني جزء من اللي انا قلته
عايزني اعيده تاني؟ الجزء بتاع مش عايزه اشوف وشك تاني هو ده اللي ما فهمتوش؟ عشان ممكن اعيده بسهوله عادي يعني. لا انا فهمت حاجه احسن من كل ده. انت ما تستاهليش حد احسن مني. نعم انت اكيد اتجننت فعلا. انا مش هرد عليك، اوعى من وشي. صدقيني دي مش حاجه وحشه، انت يعني تستاهليني انا. هو انت شايف نفسك امله ولا جايزه؟ انت ولا حاجه يا راضي، واوعى كده من وشي عشان حرقت لي دمي. اوعى، قال ما تستاهليش احسن مني. قال راضي مسك ايديها. ما تبقيش قفل كده وفهمي يا تسنيم، انا السنين دي كلها كنت بهرب منك لاني شايفك حاجه كبيره، شايفك تستاهلي حد احسن مني في الدنيا دي، وعشت عمري ده كله بهرب منك لاني مش عايز حبنا يخليكي تختاريني انا، وانا ما استاهلكيش. لكن لا يا تسنيم، محمد خلاني افهم امبارح ان احنا نستاهل بعض عادي، واني معاكي هفضل اسعى عشان ابقى احسن بكتير، عشان انفعك. وطالما انت موافقه وبتحبيني انا ليه امنعك؟ خلصت كل موشح اللي عندك ده؟ ايه كاتب عريضه مش كلام طبيعي؟ وبعدين انت كان معاك حق، وانا اللي فهمت متاخر. انا استاهل احسن منك. مشيت تسنيم وهي مبتسمه بخفه. نعم يعني ايه؟ يعني انا لما فوق تمشي؟ فضل راضي بيحاول يقرب من تسنيم ويخليها تصالحه وهي صداه. انت ما زهقتش؟ انا خلاص زهقت منك ومن حركاتك دي. لا انا مش بزهق منك، هتسامحيني؟ بصت تسنيم للعربيه اللي معلق عليها بلالين وحطت فيها هديه. العربيه نفسها؟ لا مأجرة النمره وهرجعها تاني. يبقى لا مش مسامحاك. نعم يا اختي، يعني انت دلوقتي بقى يفرق معاكي ماديات وعايزه عربيه؟ ايوه، ايه المشكله؟ مش انت اللي قلت لي استاهل الاحسن؟ فانا حره احدد لنفسي الاحسن والاسوأ اللي اختاره. اتفضل وسع يلا. بعد راضي عن طريقها وقرب محمد يطبطب على كتفه. معلش يا ابني، هما الستات كده، تزعلها يوم تنكد عليك سنه، ما بالك بقى انت اللي مزعلها سنتين. اخرس ياض، هو انا عيل شبهك؟ طب هتشوف الحلوه دي بقى تسامحني ازاي؟ تسنيم كانت قاعده في اوضتها وبتفكر في اللي راضي بيعمله. اصبر عليا بس وانا هتوبك عن ان انت تفكر في نفسك تاني يا نكدي. الا حتى ما قلت لي بحبك يا غبي، ده انت غبي قوي. نسمة دخلت وهي بتتنفس بسرعه وخوف. تسنيم الحقي راضي بسرعه، تعالي معايا. راضي؟ ماله راضي؟ حصل ايه؟ هتعرفي لما نروح، لكن لازم دلوقتي حالا بسرعه يا تسنيم بسرعه. نسمة فضلت تجري وتشدها وراها، وتسنيم بقى كانت هتتجنن من الخوف. احنا ليه طالعين على السطح؟ ليه؟ راضي حصل له ايه؟ هو فوق. اللي حصل صعب قوي يا تسنيم، قوي يا تسنيم، مش هقدر انطق، لازم تلحقيه. فتحت نسمة الباب ووقفت تسنيم مصدومه وهي شايفه النور متعلق في كل حته واهلها موجودين، وفي النص راضي وهو لابس بدله وماسك الورد. راضي قرب ودخلها جوه. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ اكتشفت ان انا غبي جدا، حبك خلاني غبي. كل ما افكر فيكي بتصرف غلط وبتلخبط. معقول انا مش عارف البنت اللي عشت عمري كله بحبها هتعوز ايه؟ هتتراضى ازاي؟ لما فوت بقى عرفت ان انا نسيت اكتر حاجه المفروض اقولها، وهي بقى بحبك يا تسنيم. غبي ونسيت اقولها من زمان، وكنت جبان وخايف. لكن انا اسف، بحبك يا تسنيم، بحبك اكتر من اي بني ادم في الدنيا. انا طلبت ايدك من ابوكي وهو وافق، لكن طبعا ردك هيهمني. تسنيم بصت للكل وهي ساكته وتوتر راضي. ايه مش هتردي؟ غبي وتعبتني كتير قوي يا راضي. اوعدك اني عمري ما هتعبك تاني، وان اللي جاي كله يا تسنيم هيبقى فرحه بينا وبس. وانا موافقه اتجوزك يا راضي. راضي ضحك بفرحه وشالها. بحبك قوي يا تسنيم، بحبك. وبعدين نزلها لبسها الخاتم وكله بارك لهم بحب. كان المفروض تاخدني في وقت احسن من ده، بدل ما انا يعني بالبيجامه كده. ضحكوا كلهم. انت حلوه في اي حاجه يا تسنيم. ولحد هنا خلصت القصه خالص. ولو عجبتكم اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامه.